لو لقيت الثلاث صفات دول عند خطيبتك خد بالك قوي لأنهم مؤشر خطر. أول حاجة التقليل منك ومن رأيك. لو دايما تحس ان كلامك مش مهم او كل مرة تختلفوا تحس انها بتكسرك بكلمة، تستهزأ بكلامك او تحرجك قدام الناس، اعرف ان دي مش قوة شخصية، دي قلة احترام، واللي ما تحترمش رأيك دلوقتي مش هتحترمك بعد الجواز. تاني حاجة لعب دور الضحية طول الوقت. هي شايفة طول الوقت انها مش غلطانة، دايما انت السبب، الدنيا ظلمها والناس كلها وحشة، اي مشكلة تتحول لمحكمة وانت المتهم الوحيد. دي علامة انك داخل علاقة هتتسحب فيها نفسيا واحدة واحدة لحد ما تبقى معتذر عن ذنب مش ذنبك. تالت حاجة حب السيطرة باسم الغيرة، تتحكم في لبسك، صحابك، خروجك، شغلك، حبك لأهلك، ومين تكلمه ومين لأ، وتقولك أصلا أنا بغير عليك. لا، دي مش غيرة، دي رغبة في التحكم والسيطرة عليك. والتحكم لو سكت عليه بدري هتعيش طول عمرك مكسور ومذلول بعد الجواز، وتفضل تتنازل طول عمرك علشان ترضيها، وهتخسرك كل الناس اللي حواليك حتى أهلك. الخلاصة الجواز مش حرب أعصاب ولا ساحة إثبات رجولة. اللي تحس معاها إنك أقل أو متراقب أو دايما غلطان دي مش شريكة حياة، ده إنذار مبكر، يا تغيرها يا تلحق نفسك قبل فوات الأوان.